ايه رأيكم في الأكلة اللذيذة دي؟ يلا نعملها مع بعض، بس قبل ما نعملها يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة من فضلكم. ده سمك صيادية مع سمك مقلي مع رز صيادية مع سلطة بسيطة كده وفلفل مقلي. طبعا جبنا السمك وغسلناه كويس وشرخناه بالسكينة من الجناب كده عشان التتبيلة تدخل جوه، لأن السمكة كبيرة زي ما انتم شايفين. التتبيلة ملح فلفل كمون كزبرة، فلفل اسود وليمون وخل، وكمان عليهم فلفل احمر وفلفل اخضر وتوم، وبنضربهم في القطاعة وبيتفرم كله مع بعضه. وبنتبل السمك زي ما انتم شايفين، وبعد كده تبلناه بالدقيق. بنشيل كل الزيادات من الدقيق عشان ما الزيت ما يسودش كده. بنتبله وبنفضه كويس قوي من الدقيق عشان ما يبقاش فيه زيادة خالص تسود الزيت. خلاص كده تبلنا كل السمكات اللي عندنا. بنحضر صينية، بنحط فيها الزيت بتاعنا وبنسخنه كويس قوي، ونبدأ نحط السمك. بعد ما بنحط السمك طبعا بنهدي النار، هتبقى نص ونص، لان لازم السمك يستوي كويس جدا على نار هادية، بس لازم بنكون مسخنين الزيت زي ما انتم شايفين كده. وبنهدي النار نص ونص بحيث ان السمك يستوي بالراحة جدا وعلى مهله، واحنا بنشتغل برضو مفيش اي مشكلة خالص، على مهله خالص. والسمك بيستوي وبتحمر معانا، بنجيب صينية تانية عشان نعمل السمكية اللي هي صيادية اللي انتوا شفتوها في الاول. دي طبعا بتبقى الصلصة بتاعتها بتبقى توم بس، ما فيش بصل خالص. بنشممها النار كده عشان يبقى ريحتها حلوة، يدوب ريحتها تطلع. بنحط لها الطماطم، عصير الطماطم الفريش بتاعتنا، وبنحط لها الملح والفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وشوية سبع بهارات، بس ما بنزودش اكتر من كده. وبنسيبها تتسبك براحتها خالص برضو، وبنكون شغالين يعني في السمك وفي الصلصة، وفي نفس الوقت بنجيب الحلة وبنحط البصل بقى عشان نعمل شوية رز الصيادية. اهو كله شغال مع بعضه الحمد لله. السمك بيستوي، الصلصة بتاعت السمك الصيادية بتتسبك، والبصل عندنا بيتحمر عشان نعمله رز، نعمل بيه الرز. تمام. لسه البصل عندي ما وصلش للمرحلة اللي انا عايزاها. انا عايزة لونه بني فاتح او بني، يعني ما يبقاش بس محروق، بني بس. احنا هنا حطينا السمكية اللي هي هنعملها في الصيادية، حتى انها تتحمر، لان هي لازم تتحمر نص تحمير كده. انا وصلت المرحلة اللي انا عايزاها في البصل. البصل وصل للون البني ده، وحطيت عليه المية، واحط عليه ملح وفلفل بس، واسيبه يغلي غلوتين كده، واجي حاطه الرز. الرز الصيادية ما بيحتاجش غير ملح وفلفل فقط لا غير، لان كل البهارات محطوطة في السمك. السمكة عندي استوت خلاص، وحطيتها في الصلصة وسبتها شوية وطلعت بالمنظر الجميل ده. ايه رأيكم بقى؟ السمك الرائع ده والتحفة ده والرز اللي لونه البديع ده، ألف هنا وشفا. والفلفل والسلطة كله جميل جدا من مطبخ سوسو عطية. ألف هنا وشفا. استنونا في وصفة جديدة من مطبخ سوسو عطية.